الجزء التاني بإذن الله هنبدأ نتكلم عن فيجوال ستوديو ونشوف الواجهة بتاعته وهو بيعمل ايه. تمام. هو أنا تقريبا فتحت أكتر من كده. تمام. الجزء الأول أول ما هتفتحه هنا بيظهر لك الحاجات اللي أنت فاتحها آخر حاجة. تمام. في الجزء ده كده. تمام. هنا لو أنت عاوز تبحث عن حاجة أو أي مشروع أنت عملته قبل كده بالاسم بتاعه، بإذن الله مشاريعك هتكتر هنا، وهتحتاج تبحث على مشروع كنت عامله قبل كده وتبدأ توصل له يعني بسرعة. تمام. هنا create a new project. هنا لو انت عاوز تعمل مشروع جديد. هنا لو انت عاوز تفتح مشروع جديد او سوليوشن جديد، واحنا اتكلمنا عن السوليوشن وهنتكلم عنه تاني. تمام. هنا لو انت عاوز تفتح فولدر من فولدرات المشروع. وهنا كلون ريبوزيتوري لو انت عاوز تحط مشروع على ويندوز، لو انت شغال مع تيم وعاوز تحط مشروع على فيجوال ستوديو من على جيت هاب مثلا او اي حاجه من اللي هي زي جيت هاب. فخلينا نيجي نبدا نعمل مشروع كونسول. قبل ما نبدأ نعمل مشروع برضو الواجهة دي في قلبها كل التمبلت بتاعت المشاريع اللي انت هتبدأ تختار منها المشروع، نوع المشروع اللي انت محتاجه بناء على الحاجات اللي انت مثبتها في اول يوم. فمش يعني اول يوم حضرتك ما ثبتش غير حاجتين، الاي اس بي دوت نت والديسكتوب دوت نت. فمش هيظهر لك هنا غير حاجات الكونسول عشان انت ثبت الديسكتوب دوت نت، وهيظهر لك حاجات الاي اس بي دوت نت علشان انت ثبتت الاي اس بي دوت نت اللي هي الخاصه بالويب. تمام. تمام. احنا كنا متكلمين قبل كده عن ان الاي اس بي دوت نت او الدوت نت كور بتشتغل على ايه؟ بتشتغل على لينكس وماك او اس وويندوز. تمام. لو انت لقيت حاجه، هو مش وقته، بس لو انت لقيت حاجه ما فيهاش التلات حاجات دي وفيها ويندوز بس، فاعرف ان دي من الفريم ورك القديم مش من الدوت نت الجديد. تمام. ده الجزء الاول. هنا بتبدا تفلتر على حسب الحاجه اللي انت عاوزها. احنا محتاجين كونسول، مشروع كونسول. هنيجي هنا ونختار كونسول. هيظهر لك كونسول. اهم حاجه تتاكد انك مختار كونسول اللي هو سي شارب. تمام. هنيجي نختار دون ونيجي نسميه كونسول اب 1. تمام. واحنا زي ما قلنا هنا دون اسمه هنسميه سوليوشن علشان نشوف يعني ايه سوليوشن وبيعمل ايه. تمام. فاحنا هنا اخترنا دون اسم المشروع. تمام. وده المكان بتاع المشروع هيتحفظ فين. ودون هنا السوليوشن نيم، اسم السوليوشن اللي هو بيبقى في قلبه المشروع. يعني السوليوشن موجود اهو وجوه السوليوشن المشروع. تمام. تمام. احنا هنيجي نعمل نيكست وهنختار هنختار هنا برضو زي ما احنا وضحنا في المرة الأولى، هنختار do you use top level statements كده وهنعمل create. واحنا وضحنا برضو وهكريت تاني واحدة اللي هي دو وانا مفعل وانا مفعل الخيار ده وانا مش مفعل الخيار ده، وهقول لك ايه الفرق. تمام. create. تمام. هو هيفتح دلوقتي. هو هنا بقى اول ما فتح ظهر لك الكود بتاع البروجرام دوت سي اس، واللي هو من خلاله بيبدأ المشروع من البروجرام. تمام. اول ما المشروع بيبدأ بيرن من الصفحة دي، من الحتة دي. تمام. وكنا اتكلمنا برضو عن ان انا لو محتاج اعمل كومنت على تعليق، والكومنت اللي هو ان انا هعمل كده على الكود وهدوس على البتاع ده. تمام. اللي هو او كنترول كي كده. تمام. ولو انا عاوز ارجعه بدوس على الزرار اللي جنبه هنا كده. انا عملت له كومنت وانا وكده شلت الكومنت. يعني ايه كومنت بقى؟ ان انا بحط على الكود بحيث ان هو ما يتقرأش حاجه كده مهمشه، انت بس ما تبصش عليه. لازمته ايه دون في الشغل وفي الشركات؟ بحيث ان لو حد اشتغل وراك او حد اشتغل معاك على نفس الكود
يبقى فاهم انت الجزء ده انت عامله ليه. تيجي هنا دي فوقيه كده، وبتيجي تبدأ تحدد ان دون مثلا ايه، بس بالانجليزي، ان دون او بالعربي مش هتفرق، بس هو الافضل بالانجليزي يعني. ان الجزء ده مثلا بتعمل الحته دي بتعمل الجزء الفلاني. تمام. تمام. هنيجي ندخل على السوليوشن هنا، هنلاقي في عندنا ثلاث حاجات. اول حاجه دون السوليوشن. تمام. ده اسم المشروع. السوليوشن ممكن يبقى في قلبه اكتر من مشروع زي ما قلنا. فاحنا لو دخلنا كده على نوع المشروع ده، عن نوع المشروع ده هنلاقيه اوت تايب بيخرج ملف اسمه اي اكس اي. تمام. او بيخرج ملف نوعه دي ال ال. الملف دي ال ال ده ما بيتفتحش. الاي اكس اي دون اللي بيشتغل بدبل كليك، فهو ده اللي بيخرجه المشروع. ده اول حاجه كده. تمام. تاني حاجه، وهي نوع الفريم ورك اللي انت شغال عليها دون من دوت نت كام. ده دوت نت 10. الجزء اللي تحت ده قلنا برضه دون مش وقته دلوقتي، اللي هو الجزء ده اللي انا اقوله يعني. خلينا نلابل دون برضه، هي مش وقتها، هتفهمها اكتر لما نيجي ندخل على الدوت نت نفسها. بلاش برضه نشرحها دلوقتي. فهو دي عبارة عن مجموع جروب خصائص للمشروع بتاعك اللي انت فاتحه. تمام. برضه في الصفحة دي بتيجي تكتب اكتر من حاجة، اللي هو لو انت شغال على مشروع دوت نت كبير مثلا او اي حاجة، بتبدأ تعرف هنا وبتثبت هنا الحاجات اللي انت محتاجها. برضه دون هنفهمه اكتر وهيبان بالامثلة عندنا اكتر قدام شوية في واحنا بنشرح الدوت نت بقى، الاي اس بي دوت نت. تمام. ده كده باختصار.